اعترافات الممرضة محاسن سليمان الصالح. الاسم الكامل؟ محاسن سليمان الصالح. من أي محافظة؟ من حمص. من وين ساكنة؟ أنا ساكنة غربي القصير، ضيعة اسمها العقربية. وين تشتغلي؟ مشفى رعاية طبية ومشفى باب السباحة. شو شغلك ضمن المشفى؟ ممرضة. ممرضة. شو الأعمال الإضافية اللي كنت تشتغليها بالمشفى؟ مشفى باب السباحة كنا يجونا جرحى كنا نصفيهم. يعني تصفية جرحى؟ أيوة. وغيره؟ وقتله. قتل. كان في شيء تبلغوا عن الأطباء أو إيه لكن كنتوا تبلغوا عن الأطباء؟ الأطباء نعم. اللي يسعفوا الجرحى المصابين طبعا كنا نبلغ عنهم. كم مرة شاركتي وشفت بعينك وشاركتي بالقتل؟ مرتين قتلت وشفت 4 وسمعت من البنات لما نجتمع ونحكي هاي 2 هاي 3 حسب. يعني كنتوا تتفاخروا بقتل الناس هيك شيء. والجرحى؟ هيك شيء. هيك شيء. كيف كنتوا تقتلوا الجرحى؟ هلا لما نركب الأوردة كنا نهوى نضغط على جروحهم مشان نضربها بالمشارط إذا تحكمنا، لأنه ما كل الأوقات نقدر نضرب بالمشرط مشان الأطباء ينتبهوا. كيف كنتوا تبلغوا عن الأطباء؟ هلا نحن كنا لما نجتمع نقعد نحكي الدكتور فلان والدكتور فلان إجوا وكذا وهيك. في معنا بنات جوازهم بالأمن يعني. هن عن طريقهم عن طريق البنات نحن نخبرهم وهن يخبروا رجالهم. أعطيني بعض أسماء الممرضات اللي كانوا يشتغلوا معك. كان في قسم كبير بس هدول اللي رجالهم بالأمن. في وحدة اسمها فاطمة عبد الله، جوزها ضياء الإبراهيم بالجنائي. في أحلام الإبراهيم جوزها رامي عيسى بالسياسي. في إلهام الإبراهيم جوزها فادي علي سياسية أو عسكرية بالأمن. في كانت ممرضة اسمها نجاح؟ لا هي كانت مستخدمة اسمها نجاح الراعي. هذه كمان كانت تساعدنا يعني. شاركت بعمليات قتل الجرحى؟ أيوة ساعدتنا في تصفية الجرحى. بلغتوا عن الأطباء أنتم؟ لكن اعتقلوا في اعتقالات كانت إيه من عن طريقكم؟ إيه كان في اعتقالات كذا طبيب من وراء إنه نحن نحكي والأمن ياخذه. طيب هلا كنت أنت تشتغل ممرضة بتصفية الجرحى وقتلهم، غيرهم شو كان عندك شغل؟ كنا نشتغل دعارة. دعارة. وين كنت تشتغلي؟ كنت روح على باب البريد عند وحدة هنيك عندها بيت هنيك اسمه ثريا علي. حسب عاد فضاتنا نروح لهنيك يعني لأنه كان عندنا دوامين وقت الفراغ نروح لهنيك. يعني عمل إضافي فينا نقول أيوة. عنه. مين كان يرعاكم؟ مين كان يأمن لكم الزباين؟ مين؟ هاي هي بتأمن بس أحيانا نحن كنا ننزل على السوق إنه نغري التجار يعني اللي نعرف إنه هذا المحل فيه يعني صاحبه يعني وبينغرى إيه نغريه وناخذ منه مصاري. صار معك شي موقف مع الأمن إنه الأمن ضبطك؟ إيه هلا هن 3 الشباب اللي كانوا يدعمونا من الأمن بس مرة منهم إيه الأمن ضبطنا بس يوم واحد وطلعنا. يعني طالعوك اللي كانوا يشغلوك؟ أيوة. طيب باعتبارك أنت من ضياع حمص القريبة لقرية القصير. أيوة. في كانت ضياع طائفية فينا نقول عنها اللي هي ضياع الأغلبية العلوية. أيوة. شو كنت تشوف فيها باعتبارك تمر من هنيك؟ في كذا ضيعة علوية حوالينا يعني مثل القرنية الناعم الحوض مودان فيها قسم هيك وقسم هيك. شو كنت تشوف فيها؟ مسلحين شوفوا على المطارات أنا يعني كنت إنه كل واحد حامل باروتو صرنا نسأل إنه شو هدول وكذا. طاري هدول ما يتطوعوا مع الأمن يعني تشكيل فرق فينا نقول. أيوة هيك يعني إنه يتطوعوا مع الأمن يتطوعوا مع الأمن. أيوة يساعدوا الأمن يعني ينزلوا على المدينة على حمص يعني على القصير أرض اللي يطلبون ينزلوا. مقابل شو كان؟ رواتب شهرية. رواتب شهرية وهن مدنيين. مدنيين. يعني كانت وظيفتهم قتل المتظاهرين. المتظاهرين الحوادث يفوتوا عليها يفوزوا فيها بالشوارع العالم الماشي. وين بتعرفي شاركوا؟ بحمص. بحمص؟ أي.
يعني كانوا هن من أهل الضياع وكانوا يشاركوا بحمص والقصير. بحمص. مين اللي كان مسؤول عنه؟ واحد اسمه عفيف فدري. بأي قرية هو؟ من القرنية. الشبيحة هنيك بالإجمال مين الراعي لإلهم؟ هلا هن كلياتهم كان هو اللي بيمولهم يعني. م. وهن كلياتهم تحت أمرة واحد اسمه اللواء جميل الحسن بالمخابرات الجوية. بالمخابرات الجوية. طيب غيرهم تعرف شبيحة بحمص باعتبارك أنت اشتغلت فترة طويلة بحمص؟ طبعا أنا هون هلا صار لي فترة طويلة بحمص، ونعرف إنه بالزهرة، بالعباسية، بالنزهة، بالمهاجرين، بالأرمان، وقسم من باب الدريد. هاي الحارات ذات أغلبية علوية. يعني فينا نقول تشكيله علوية كلهم. علوية. كلهم علوية. كانوا يهجموا على الحواير السنة. السنة الحمدية. هلا الحمدية هي منطقة غير السنة، ما بس سنة ومسيحية. تعرضت لهجوم لما لا؟ تعرضت لهجوم. الحمدية بالفترة الأخيرة كثير فيها وكثير قصفت. يعني كان الهجوم ما بس القصد على السنة. لا هلا صارت الشغلة إنك لا يعني طائفية علوية مع الأديان الثانية. تعرفي أسماء بعض الشبيحة؟ إيه. مثل بالنزهة سامر وعبد الحليم. سامر هدول تطوع أو هن بالأمن عاملين؟ لا هدول تطوعوا بعد، يعني بعد ما صاروا يشكلوا فرقة بحماس وتضيع وكذا وهيك تطوعوا. بأي حي؟ بالزهرة. بالزهرة أو النزهة؟ دوار النزهة. دوار النزهة. دوار النزهة. أنت من إمتى بتشتغل بباب السباع؟ 4 سنين. 4 سنين. تعرضت لأي موقف حد يعاملك بطائفي أو زعجك هنيك من أهل الحي؟ لا ابدا، كنا نفوت على الحاره كانوا فايتين على حارتنا يعني، واذا احتجنا شيء جيران ما يكفوا كانوا. طيب نحن هلا إلنا 11 شهر أو فينا نقول سنة كاملة بالثورة. تقريبا. شو شفت بهالسنة؟ هلا انا اللي كنت اول فتره انه كنا نسمع الرصاص بس ما نعرف منين وما نشوف منين، لانه ما نستجر نطلع منين او نطلع منين. هاي اول فتره. لا مره منهم نحن نازلين على الدوام وانحصرنا اول الشارع، ما عاد قدرنا نسلك، تخبينا بمحل واجهته كلها ازاز. من خلاله وصلنا نشوف الدبابات اللي عم تمشي بالشوارع روحها ورجعه وكذا وهيك. هي يعني باول باب السباع ينزلوا لاخره ويرجعوا هيك، يعني بحاره باب السباع بالتحديد يعني. دبابات وعليها رجال من الجيش كلياتهم رشاشات وعم بيرشوا بالشوارع عشوائي. وصار اصابات كثير، يعني فينا نعتبر انه شي 70% من النسوان والاطفال و30% من 30 وفوق الأعمار. أحيانا صاحبين المحلات اللي يتقوصوا، أحيانا العالم عم تشتري، عالم عم تتبضع، عالم طالعة زيارة عم تتمشى، يرشوا علي العشوائي. عشوائي. كان القتل عشوائي. عشوائي. طيب أنت بهالفترة شفت شيء عصابات مسلحة مثل ما بتدعي القنوات السورية؟ هلا أول فترة ما كنا نشوف شيء أبدا نهائيا غير الجيش المسلح. الجيش التابع للنظام السوري؟ أيوة. بالفترة الأخيرة صرنا نشوف الجيش الحر حمص. شو كان عم يعمل الجيش الحر؟ الجيش الحر هلا لما يدخل الجيش السوري يرش على المتظاهرين أو على العالم الماشيين بالشوارع كان يقاوموا. اي لحماية هالمشاكل. تعرض لأي حدا هنيك الجيش الحر؟ بس يشتبكوا هن. شو كانت مهمته يعني؟ مهمته الدفاع عن الأشخاص اللي ما تمشي بهالشوارع. طيب. ما لمس إنه طالعين تظاهر أو طالعين يتبضعوا يدافع عنه. الله يعطيك.